اللي معانا النهارده ده اقوى موبايل في الفئه المتوسطه، ومش اقوى كامكانيات قد ما هو اقوى كعضلات، فاهم؟ طبعا بعيد عن ان انا ما عنديش عضلات يعني، بس قشطه يعني. المهم يا جدعان ان الموبايل ده حرفيا شاشته ضد الكسر، الشركه اللي عملته بتقول لك كده ارمي الموبايل ده براحتك يا معلم. والفكره ان الشاشه هنا فعلا حلوه، اللي هو شاشه اموليد كيرفد وبتاع، فازاي ان انتوا تعملوا الامكانيات دي كلها في شاشه ما بتتكسرش؟ دي حاجه ثوريه واعتماديه في نفس الوقت. انت موبايلك مش من اي وقعه كده تروح تغير له شاشه مكلفه جدا. وفي فيديو النهارده هنجرب مع بعض كل حاجه في الاونر اكس 9 اي. المهم قبل ما نبدا في اي حاجه ما تنساش لايكك شيرك سبسكرايبك الرايق، ومن غير كلام كتير خلينا نبدا فيديو النهارده على طول. المبهر برضه في الموبايل ده خلي بالك علبته، العلبه دي فيها كل حاجه انت عايزها، وكل حاجه يعني اللي هو اكتر كمان من موبايلات شاومي. يعني خليني اقول لك على حاجه كده ايه ممكن تكون ما تعرفهاش. العلبه دي جايه لك فيها سماعات، معلش انا فكيتها بس قشطه، ومعاك كونفرتر من تايب سي 3.5 مللي، ومعاك كابل الشحن وراس الشحن عادي اللي موجوده في اي موبايل، واخيرا جراب سيليكون شفاف. فانا عايز حد يقول لي دلوقتي انهي موبايل في السوق بيقدم محتوى علبه فيه كل حاجه بالشكل ده. يا جماعه مفيش موبايلات دلوقتي بيجي معاها سماعات اصلا. انا مستغرب من التبذير بتاع الشركه ده. حركه زي كده طبعا تخليني احترم الشركه جدا يعني، واتمنى ان كل الشركات تعمل الحوار ده في الفئه المتوسطه بالذات، لان اللي بيشتري موبايل بالسعر ده بيبقى عايز كل حاجه معاه، لسه هيصرف عليه بقى سماعه وجراب والكلام ده كله. والموبايل كمان على فكره جاي عليه سكرين بروتكتور، يعني فانت حرفيا مش هتصرف جنيه على سعر الموبايل. الاكس 9 اي جاي بظهر متصنفر من البلاستيك وضد البصمات زي ما انتم شايفين تماما. الموبايل ده مش بيبصم خالص، ودي حاجه حلوه، محافظ على شكله طول الوقت. وشكل الكاميرات الدائريه ده روش قوي يا جدعان بجد، ده شكل ايكونيك للموبايل ده. اي حد هيشوف ظهر الموبايل ده بشكل الكاميرات ده هيعرف ان الاونر اكس 9 اي من غير مقدمات موبايل شكله مميز. دي حاجه حلوه في ظل ان الموبايلات كلها دلوقتي بقت شبه بعضها، فانا بدات احب الاختلاف ده بصراحه. شكله روش قوي، والاجمد كمان ان حواف الموبايل ده من المعدن، ماسكه بريميوم جدا في ايدك. وعايز اقول لك كمان ان الموبايل ده رفيع جدا، الموبايل سمكه اقل من 8 مللي يا جدعان. بص كده على زرار الباور وزرار الفوليوم، هتلاقي ان هو اصلا ايه طالع بره الحواف من كتر ما حواف الموبايل رفيعه فعلا. والمبهر اكتر ان مع الرفع ده الموبايل ده بطاريته 5100 ملي امبير اور. مش عارف ازاي عملوها، ما تسالنيش ازاي، انا مش عارف والله العظيم. اي موبايل من اي شركه ثانيه كان بيعمل موبايل رفيع زي كده تبقى البطاريه معروفه 4500 ده ماكسيمم يعني، لما كانتش 4200. فانك تحط بطاريه 5100 في الرفع ده، لا دي حاجه جامده قوي. فكره ان البطاريه هنا فعلا عملاقه، ده اكبر رقم انا سمعته في فئه متوسطه. كمل معاك اليوم مستريح جدا، ولو بتستخدم موبايلك بسيط كده في اليوم ممكن فعلا يكمل معاك في ثاني يوم عادي، ممكن يبقى لسه فيه 20% ولا حاجه. والشاحن اللي جاي معاه هو 40 واط، فالموبايل ده بيدعم شحن سريع، وعشان البطاريه كبيره فعلا هو بيشحن من 0 ل 100% تقريبا في ساعه و10 دقائق في الحدود دي. وانا قشطه جدا متقبل الحوار ده بما ان البطاريه كبيره وهتكمل معاه اليوم، وخصوصا كمان البروسيسور الموجود في الموبايل ده هو بروسيسور موفر جدا في البطاريه، وهنتكلم عن النقطه دي كمان شويه. وعموما الوان الموبايل ده رايقه قوي يعني، اللون اللي معانا النهارده اللي هو السيلفر ده شكله جامد قوي يا جدعان، متدرج من سيلفر للبني لالوان كتيره كده في الضوء، شكله حلو قوي فعلا. فكره انه ضد البصمات ده مخلي شكل الموبايل دايما حلو. الموبايل للاسف ما فيهوش مدخل 3.5 مللي للسماعه، ولكن زي ما قلت لك جاي معاه في العلبه كونفرتر. وبالمناسبه الموبايل ما بيتركبلوش كارت ميموري، بيتركب له شريحتين اتصال بس. وانت تتفرج على الفيديو دلوقتي حالا ومستمتع كده، عايزك تصغر الصوره كده، تضغط لايك للفيديو، تعمل سبسكرايب لو مش عامل سبسكرايب عشان دي بتفرق جدا في انتشار الفيديو. شكرا جدا لكل واحد بيعمل لايك وكومنت، وبس كده هسيبكم كملوا الفيديو. خلينا بقى نبص على الشاشه الرايقه دي، شاشه كيرفد يا معلم، شاشه 6.7 انش بالتقريب كده، وحجمها حلو، والبيزلز صغيره قوي زي ما انت شايف كده، يعني بسعر الموبايل ده الخرافي اللي هنتكلم عنه كمان شويه، فعلا ده ممكن تكون من اصغر الحواف. وزي ما قلت لك فكره انها شاشه كيرفد كمان فمحسسك ان الموبايل غالي فعلا، مع ان سعر الموبايل ده منافس جدا وهنتكلم عنه في اخر الفيديو. مش بس كده، كمان الشاشه هنا هي اموليد بتعرض لك اكتر من 1 بليون لون، شاشه ممتازه كالوان زي ما انت شايف قدامك كده، فعلا هتبقى عايز تستخدم موبايلك على طول. والشاشه هنا كمان 120 هرتز، يعني شاشه ناعمه جدا، سموث جدا في السكرولنج، الحاجه اللي احنا متعودين عليها من كل الشركات في الفئه دي. بجد ان الشاشه تبقى بالالوان دي وبنفس الامكانيات الشاشات العاديه خالص، وتبقى كمان ضد الكسر، لا دي حاجه حلوه. اغلب الشاشات اللي بنشوفها ضد الكسر دي ممكن تبقى في تضحيات في امكانياتها، انها مثلا ما تبقاش امل، انها مثلا ما تبقاش بريفريش ريت عالي، بس انت عندك هنا شاشه كيرفد بكل الامكانيات اللي احنا متعودين عليها، في نفس الوقت هي ما بتتكسرش. يعني من الاخر بتضمن لك ان موبايلك ده يعيش معاك فتره اطول، بتضمن لك انك مش هتصرف عليه كتير في صيانته، مثلا لو مثلا موبايل لا قدر الله وقع منك ولا حاجه شاشته مش هتتكسر، فبالتالي مش هتروح تصلحه وتدفع فلوس والكلام ده كله. فدي نقطه مهمه جدا في الموبايل هنا وتميزه عن اي موبايل تاني فعلا. وبما ان الشاشه هنا اموليد فالبصمه جايه تحت الشاشه، البصمه الى حد ما بطيئه، يعني انا حاسس انها ايه، مش البصمه السريعه اللي مجرد ما تلمس بتفتح، لا بتستناك ثانيه كده، ولكن هي اعتماديه جدا عادي يعني، ما بتعلقش مثلا، ما بتغلطش، فاهم؟ تقدر تعتمد عليها، ولكن زي ما قلت لك هي هتاخد وقت. وزي ما قلت لك البروسيسور اللي جاي هنا هو بروسيسور موفر في البطاريه، السناب دراجون 695، معالج 6 نانومتر بيدعم ال 5G، وهو ده المعالج المتعارف عليه في الفئه دي، ونفس المعالج ده كان موجود في النوت 11 برو 5G من شاومي. وهو كمعالج بصراحه كاستقرار كسوشيال ميديا يوميا هتلاقي الموبايل معاك كويس، ولكن هو معالج لو تفتكروا هو مش مدعوم في الالعاب بشكل حلو، يعني المعالج ده المفروض يجيب معاك سيتنجز اعلى شويه، بس هو لسه مش مدعوم في الالعاب كويس، وهنجرب ده دلوقتي حالا يعني. ومعاك هنا اندرويد 12 والماجيك يو اي 6.1. الواجهه بتاعت اونر على فكره مستقره جدا، وواجهه
حملها خفيفه قوي على الموبايل فعلا، ما بتعلقش، فيهاش لاجات وما فيهاش اي حاجه. سوفت وير مستقر يا معلم مع المعالج ده، مع الشاشه 120 هرتز، مديك تجربه استخدام انت هتتبسط بيها. واللي جرب موبايلات اونر هيفهم ده جدا. ولو فاكرين برضو فيديو الاونر 70 اللي كنا جربناه قبل كده، عملنا له فيديو من فتره كبيره يعني، الموبايل ده كان ممكن يكون اول موبايل انا جربه من شركه اونر مؤخرا، الاونر 70. فعلا عجبني قوي حته السوفت وير بتاعه. تعالوا بقى نجرب ببجي على الموبايل ده كده ونشوف الكلام بيقول ايه. السيتنجز اللي بيلعب عليها الموبايل هي بالانسد وفريم ريت الترا او اتش دي وفريم ريت هاي، ما بتجيبش اتش دي ار، ولو جبته على سموث برضه هتبقى الترا. اظن احسن سيتنجز نلعب عليها هتبقى بالانسد والترا، دي اكتر تجربه هتاخدها كويسه يعني. وزي ما انت سامع صوت الموبايل صوت عالي وواضح، ولكن للاسف هو صوت مونو طالع من يمه واحده اللي هي دي، لو حطيت ايدك عليه كده خلاص اتكتم ومات وتوفاه الله. فيعني ايه دي حاجه مضايقاني شويه، كنت اتمنى ان السماعه الثانيه كمان تبقى شغاله معاها ستيريو وبتاع. الصوت المتجسد ده دايما ليه برضه حلاوه كده، فانت تبقى مبسوط وانت بتستخدم الموبايل. بس ما علينا، خلينا نجرب اللعبه دلوقتي نلعب عليه. احنا بنلعب على بالانس فريم ريت الترا على فكره، وزي ما انت شايف الشاشه سموز واللعب حلو، بس هموت. تمام يا ولا الواد صاحبي دخل فرتكه. ماشي هو انا بعمل ايه؟ 3 كومبو يا حكيم، حلو كده والله. ده نقفل اللعبه، انا هبطل العبها بقى. عموما يا جدعان بجد انا عايز اقول لك على حاجه بصراحه كده، ده احسن اداء انا شفته للسناب دراجون 695. معرفش ازاي ممكن تكون واجهه اونر مثلا مسهله الموضوع كده، بس انا فعلا اداء الموبايل هنا ممتاز جدا في الالعاب بدون مبالغه. نقطه ضعف الموبايل ده اظن هتكون في الكاميرا شويه، ما حسيتش ان الكاميرا بتطلع الوان حلوه، ما اعرفش ليه، مع ان الكاميرا كعادات حلوه قوي يعني. انت عندك هنا 3 كاميرات في الظهر، الكاميرا الرئيسيه الوايد 64 ميجا بكسل فتحه العدسه بتاعتها اف 1.8، الكاميرا الثانيه الترا وايد 5 ميجا بكسل فتحه العدسه اف 2.2، واخر كاميرا ماكرو 2 ميجا بكسل فتحه العدسه بتاعتها اف 2.4. وعايز اقول لك ان الصور اللي بتطلع هنا هي صور شارب فيها تفاصيل كتير جدا لما بتزوم، بس فعلا معالجه الالوان مش اللي هي، لا كان ممكن يبقى الالوان احسن من كده في الصور. وحتى كصور بورتريه انا كنت شايفها كويسه على فكره، حتى تحديد الاطراف الكلام ده كله بالنسبه لسعر الموبايل ممتاز، ولكن يبقى نقطه الالوان مش احسن حاجه هنا، كان ممكن تبقى اوقع من كده شويه. الكاميرا الخلفيه هنا على فكره بتصور فيديوهات 1080 30 فريم في الثانيه، ما تستناش بقى ال 4K والحاجات دي لان المعالج ده اصلا هو اخره كده. معاك كاميرا سيلفي هنا كمان 16 ميجا بكسل فتحه العدسه بتاعتها اف 2.5، وكاميرا برضو زي ما قلت لك فيها تفاصيل حلوه، كاميرا بتطلع صور الى حد ما كويسه في الاضاءه الكويسه، انما لما تروح في اضاءه ضعيفه لا الصور بتبدا فيها نويز كتير. ولكن تظل نفس النقطه برضو اللي عندي، هي فكره معالجه الالوان مش عاجباني، السكين تونز مش مظبوطه كده، حاجات سوفت وير جدا ممكن تتحسن، اتمنى يعني يحسنوها. والكاميرا السيلفي هنا برضو بتصور فيديوهات 1080 30 فريم في الثانيه. التحفه الفنيه دي جاي منها 3 الوان، اللون السيلفر اللي معانا النهارده واللي انا شايفه بالمناسبه احلى لون فيهم، ولون تاني كده مايل للاخضر، واللون الثالث هو الاسود. وبالنسبه لسعر الموبايل ده فهو سعره رايق بصراحه. النسخه الاولى من الموبايل ده ال 828 تقدر تشتريها، هي سعرها $320 بحوالي 1200 درهم، والنسخه الثانيه الاعلى منها ال 8256 سعرها 1300 درهم. وانا شايف ان تسعيره الموبايل ده بالنسبه لموبايلات فعلا متوسطه كويسه جدا كسعر، وكفكره ان الشاشه هنا ما بتتكسرش، وككومبوننتس في العلبه، الحاجات اللي معاها في العلبه دي كتير، الحاجات دي بفلوس يا معلم، انت معاك سماعه ومعاك كونفرتر معاك كل حاجه فاهم. والاونر اكس 9 ايه على فكره سعره المفروض ان هو هينزل جامد في شهر رمضان، في عرض اونر هتبقى عاملاه، فهسيب لكم لينك سعر الموبايل ده الجديد اللي هيبقى موجود في رمضان تحت في الديسكربشن دلوقتي عشان تستفيدوا منه لو عايزين تشتروه بمناسبه العيد بقى ورمضان وكده. فاكرني نسيت الجيف اواي ولا ايه؟ ما نسيتش جيف اواي الفيديو ده، الجيف اواي المره دي على سماعه اورايمو فري باد 3. السماعه دي سعرها 170 درهم يعني حوالي 1500 جنيه مصري. لو عايز تكسب السماعه دي كل اللي عليك انك هتجاوب تحت في الكومنتس دلوقتي تكتب كل نجمه من ال7 نجوم اللي ظهروا في الفيديو، اللي زي النجمه دي كده ظهروا امتى، يعني هتكتب النجمه رقم 1 ظهرت في الدقيقه كذا الثانيه كذا، النجمه رقم 2 ظهرت في الدقيقه كذا الثانيه كذا، وهكذا ال7 نجوم. فاللي هيكتب التوقيت اللي ظهر فيه ال7 نجوم كده هيكون شارك في الجيف اواي. والمره دي انا بفكر اخليها اختيار عشوائي، ما رضيتش اخليها اول واحد بس اللي يعرفها صح هو اللي يكسب، عشان يبقى عندك فرصه انك تشارك لو انت اتفرجت على الفيديو متاخر، بس مش متاخر قوي لان بعد يومين بس من نزول الفيديو ده انا هختار اختيار عشوائي من الكومنتات، واحد يكون مجاوب الاجابه الصح عشان يكسب بالجيف اواي دي. الحق شارك في اول يومين من نزول الفيديو ده، ولو عايز تشارك فعلا خلي بالك تكون عامل لايك للفيديو وعامل سبسكرايب للقناه ودايس على زرار الجرس اللي جنب سبسكرايب، لان انت لو فزت بالجيف اواي دي انا هتاكد من الشروط دي معموله ولا لا. وبس اتمنى الحظ لكل الناس فعلا يا رب، في جيف اويز كتيره جدا جايه ما تقلقوش. وبس كده كده لايك وسبسكرايب كبير، ولا اخر فيديو جديد.